السوبيا هتخنك ولا هتخسسك في رمضان؟ اشرب سوبيا. دنيا جميله جميله قوي. السؤال ده محير، بس اجابته تتوقف على ان انت بتشرب السوبيا الاصلي ولا السوبيا المودر المضروبه بتاعت السوق. اول حاجه ما ينفعش تفطر سوبيا على الفطار في رمضان، لانها اول حاجه هتزود لك مقاومه الانسولين، هتعمل لك مشاكل في المعده والهضم. ثالث حاجه هتجوعك اكتر بعد كده في الصيام. رابع حاجه ودي مهمه جدا، هتزود لك وزنك بشكل بشع. طبعا انا عارف ان في ناس هتعترض على الكلام ده ومش هيعجبها. اللي بالك مش لازم يبان عليك بضرر في ساعتها. الجسم بيعتمد على اي حاجه تراكميه وانها تتعمل كذا مره مع التكرار. تعال نعرف كده مكونات السوبيا التجاريه ايه. اول حاجه في المكونات ريحه جوز الهند، مش جوز الهند، فانيليا، لبن بودر تجاري، وطبعا انتوا عارفين اضراره اكتر مني، شويه ملح ليمون، شويه ماده حافظه. ايه انت متخيل انت بتعمل ايه في جسمك؟ ده غير ان الكوبايه الواحده المتوسطه تعمل لها 300 سعر حراري سريع الامتصاص، يعني بيعلي لك الانسولين مره واحده. وخلي بالك حتى لو السوبيا انت عاملها في البيت فهي بتعتمد في الاساس على سكر البودره ودقيق الرز، والاثنين دول مؤشر الجلايسيمي بتاعهم عالي، فبالتالي هيعلي لك مقاومه الانسولين.